أهلا بكم. أثارت الحلقة الأولى من السلسلة الرمضانية ولاد إزة التي بدأتها القناة الأولى أمس الثلاثاء أول أيام رمضان انتقادات واسعة من طرف طيف واسع من الأساتذة الذين رأوا في الرسائل التي وجهتها إهانة لهم وتنقيصا من وظيفة مربي الأجيال. وعلى امتداد الساعات الماضية عجت حسابات ومجموعات الأساتذة على مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات غاضبة ترفض الإساءة لصورة النساء ورجال التعليم مستنكرة استهدافهم بشكل متواصل. وفي هذا الصدد طالبت القيادية في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فاطمة أفيد بتوقيف بث السلسلة المذكورة مؤكدا أنها تسيء لصورة النساء ورجال التعليم. من جهتها احتجت النقابة الوطنية للتعليم اليوم الأربعاء لدى رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لطيفة أخرباش مطالبة إياها بالتدخل لوقف الإساءات التي يتعرض لها الأساتذة على القنوات العمومية. وقالت النقابة في مراسلة تحمل توقيع كاتبها العام وجهتها إلى رئيسة الهاكا إن الحلقة الأولى من سلسلة ولاد إزة قدمت المعلم الأستاذ في صورة سيئة تكرس الصورة النمطية التي تحاول جعل موضوع فكاهة فرجة عوض تقديمه كقدوة ونموذج يحتذى به. واعتبرت النقابة أن ما ورد في الحلقة الأولى من هذه السلسلة يليق مكانة المدرس في المجتمع ويشكل استهدافا للمدرسة العمومية ويبخس المجهودات الجبارة والتضحيات الجسيمة التي تقدمها الشغيل التعليمي للنهوض بمنظومة التربية والتكوين، منتقدة تداول صورة المدرس في مثل هذه السلسلة والذي لا يوجد ما يبرره لا فنيا ولا موضوعيا. وطالبت النقابة الوطنية للتعليم العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل هاكا بالوقوف على حيثيات هذا الموضوع واتخاذ المتعين فيه مع إلزام القناة المعنية بتقديم اعتذار رسمي لكل نساء ورجال التعليم.